المره دي النهارده، وكان مستواه كويس جدا. طيب معانا نبتدي حلقتنا، لان طبعا مكالمه مهمه جدا. سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سياده المستشار ازي حضرتك؟ يا كابتن خالد ازيك؟ ازيك؟ واحمد عفيفي معايا بيسلم عليك. لا مش عايز اسلم عليه النهارده. ليه كده طيب؟ واخد منه موقف. طيب ماشي. ما يحبش اللي يفتي فيما لا يعرفه. الايه؟ اللي يفتي فيما لا يعرفه. طب ما تقول انت يا استاذ مرتضى ايه اللي عشان نعرف، عشان الناس كلها تعرف، لان الناس كلها النهارده كانت بتشرب من الخراره. كل الناس ما كانتش عارفه حاجه، وكان يعني اتقال كلام كتير جدا، ما حدش كان عارف حاجه لغايه ما طلع القرار. ويمكن الوحيد اللي انا بتعامل معاه واديله كل المعلومات بطريقه مباشره يمكن كابتن خالد. صحيح، انت امبارح قلت لي كل اللي بيتكتب في المواقع وكل اللي بيتقال ده مش حقيقي، قلت لك كل الاحتمالات ايه؟ وارده. مظبوط صح، انت قلت لي كده امبارح. طيب ماشي. طيب قول لنا بقى القرار الاخير يا سياده المستشار. الاول انا يمكن بعض المواقع كتبت غلط طبعا، لكن كان في اجتماع بالليل الساعه 6 النهارده في البيت عندي. تمام. يمكن حتى وصلت متاخر، انا كنت عند السيد وزير العدل. فرجعت للاسف الطريق كان مقفول شويه، فرجعت 6 وثلث. كان في كنت يعني ما كانتش قعده مجلس اداره بقدر قعده قعده خاصه. كان فيها الدكتور حازم ياسين، المستشار احمد جلال، الاستاذ رحاب ابو ما بلاش القعده الخاصه دي. كانت قعده خاصه بعيده برضه عن الوسط. لا عشان القعده الخاصه بتتفهم غلط، يعني خليها قعده خاصه يعني خارج النادي. ليه خارج النادي؟ قعده مهمه. طيب لانه انت عارف بعض الاخوه في المواقع مثلا يشوفوا ميدو داخل، طب احنا ما اتفقناش، يقول لك ده نزل غضبان، ده دخل مكشر، وانا الحاجات دي بقى حازم اعتذر، نزل على المواقع ان حازم اعتذر. كل ده طبعا كان كلام فارغ، وخلينا رقصناهم شويه النهارده، يعني مش مشكله يعني. لكن هو في النهايه طبعا كان بس اقول لك بس كانوا موجودين. قلت لك المستشار احمد جلال، الدكتور حازم ياسين، هاني زاده، استاذ رحاب ابو رجيله، والاستاذ عمرو الجنايني، والاستاذ جمال العدل، والدكتور مدحت العدل. يعني كانت قاعده تشكيل من مجلس الاداره وناس بيحبوا النادي. ميدو جه من المطار علينا على طول. حازم امام اتكلم، كان هو انتوا ربنا يشفيه. كابتن حماده امام في المستشفى فعلا. لا الحمد لله خرج. تمام. وش خير مننا طبعا يعني، والشارع كان حلو عليه. هيخرج بكره الصبح يا كابتن ان شاء الله. خرج النهارده. تمام. الحمد لله خرج. عشان كده حازم اتاخر وبعدين جالنا على النادي. طبعا انت مش جايب اسطمبه، انت اهم حاجه انك الجهاز الفني بتريحه. صحيح. بس لما اقول لك عايز اشيل فلان لازم تعرف ليه. عايز احط فلان لازم برضه نعرف. فوجهه نظر ميدو، اولا حازم لم يعتذر. حازم كان عايز يعرف المسمى بتاعه ايه. تمام. فقلت له المسمى بتاعك رئيس نادي الزمالك. مبسوط يا عم حازم. مش مشكله المسمى طبعا. حازم لانه نجم كبير وداخل تجربه جديده، واخد بالك، فمن حقه برضه ان هو يعني يبقى في الوضع اللي بيليق باسمه. فانتهينا طبعا في النهايه انه الناس طبعا ما كانتش عارفه ان كابتن اسماعيل سليم جالي مكتبي امبارح وقدم اعتذار مكتوب ويشكر عليه. كان اسماعيل يوسف. طبعا اسماعيل يوسف. حضرتك قلت اسماعيل سليم. مش مشكله. رغم ان فرق شاسع بيننا وبيننا يعني. فرق السماء والارض. اتفضل. كابتن اسماعيل يوسف مشكورا جه زارني في مكتبي في الضوء امبارح وقدم لي اعتذار مكتوب عشان يشيل الحرج عن مجلس الاداره. تمام. وده شيء يشكر عليه، لازم اشكره جدا جدا جدا. ده شعور ولاد النادي المحترمين. تمام. فاحنا ما عادش عندنا مشكله مين يجي، دي مش مشكله. يعني كان في ناس قال لك النهارده اصل مرتضى قال اسماعيل يوسف خط احمر والكلام ده. هو الراجل جه اعتذر. فالمهم الجلسه انتهت الى التشكيل الاتي. تمام. كابتن احمد حسام ميدو مدير فني. تمام. حازم امام رئيس الجهاز وقائم باعمال مدير الكوره. تمام. عبد الحليم علي رئيس شؤون اللاعبين، ويعاونوا ولدين صغيرين يعني من اللي هم كانوا بيعاونوا حماده، الاخ حماده. طبعا محمد صلاح مدرب عام. مدحت مدرب مساعد، ايمن طاهر زي ما هو مدرب حراس مرمى. تمام. ده الجزء الاولاني. تمام. دكتور زي ما هو، الجماعه بتوع التدليك والعلاج الطبيعي زي ما هم. طبعا احنا رحنا اجتمعنا باللعيبه بعد ما خلصنا. طب الشق الاداري يا سياده المستشار؟ نعم. الشق الاداري. الشق الاداري عبد الحليم علي. ومعاه 2 كانوا اللي هم بيساعدوا الاخ حماد عمر. طيب يعني حماده انور رحل يعني. طيب استاذ مرتضى كان بس دول راحوا فين بقى عشان نكمل دول راحوا فين. طيب ماشي اوكي. كابتن اسماعيل يوسف طبعا تم تكريمه مكان افضل. رئيس لقطاع الكوره في النادي. تمام.
بقى مسؤول عن كل مدرسه الكوره والاكاديميه وقطاع الناشئين، ده مسؤوليه اسماعيل يوسف، ومعاه حمد عمرو. تمام. طبعا لان سامي الشيشيني اتظلم، لانه قعد اسبوع وراجل راح السنغال، جه ومشي على طول، كان ناجح جدا في مكانه، ورجعناه مدرسه الكوره. تمام. كابتن عصام مرعي. وعبد الحليم علي راح مكان المكان بتاع عبد الحليم علي، راح فيه الكابتن عصام مرعي. تمام. طيب سؤال بقى يا استاذ مرتضى، ولا حضرتك واخد مني موقف ما اسالش كمان؟ اكمل بس كلامي. طيب خلاص. بالنسبه للمدير الفني راجل محترم جدا، بكيتا اتفقنا خلاص انه هياخد شهر فقط، شرط جزائي. تمام. واخد بالك، وجدار الشكر لانه راجل مقدم محترم. لكن هو مشي ليه بقى؟ اللي بيسال السؤال الجزء اللي انا مش هقعد اخسر 7 بونت. راجل طبعا على ما اتعرف يا استاذ الفاضل على امكانيات اللعيبه قدامه سنه بالظبط هيكون الدوري راح. ادي واحد. 2 الراجل طيب جدا 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 جدا، يعني لدرجه انه ضيع شخصيته في وقت انا محتاج حد عنيف جدا جدا وعادل في نفس الوقت. لعيبه فكت جوه الملعب، فكت على الدكه، فكت بره الملعب. الامور دي يا استاذ احمد ما حدش يعرفها الا اللي ايده في النار. التغيير انا بتحمل مسؤوليته لسبب بسيط جدا. لو ميدو بكره ان شاء الله ربنا وفقه وهو حازم والجهاز اللي معاه وكسبه، هيقودوا الماتش بكره. نعم، هيقودوا الماتش بكره هم الجهاز الجديد. خلاص هم استلموا وراحوا المعسكر كلهم خلاص. يبقى ميدو واللعيبه احسن ناس في العالم. لا قدر الله حصل حاجه ينعل ابو مرتضى الام مرتضى اللي جاب لنا مرتضى الفاشل، مرتضى اللي مدمر. لكن انا عشان كده بتحمل، انا ما بخافش. احنا غيرنا 4 اجهزه، والدنيا كلها عدم الاستقرار. في فرق بين الاستقرار والاستقراض. انا مش هعمل زي الاهلي وجريده، مش هعمل زي الاهلي ومسبيرو ولا بسبيرو. كل الانديه، سموحه غير والمقاولين غير وكله غير. تمام. يعني السنه اللي انا عملتها كله ماشي عليها، بس محدش بيتكلم. لكن اول ما مرتضى غير، لا انا النهارده بجيب افضل لعيبه. وانا اقول لك بقى سر هتلاقيه في انا قلته للعيبه والجهاز. من اسباب ان انا قلت حازم وميدو نجوميتهم هم اللي طبعا فكرهم في الكوره. انت عارف عايز اقول لك حاجه. اولا مش حازم بس، يعني هو حازم وميدو وحليم علي ومحمد صلاح ومدحت عبد الهادي، ال5 من اساطير او رموز كبيره النادي. جدا. كويس. انا بقى كنت اقول لك ايه بقى؟ انا بقى فلان الفلاني حاسس ان انا بقيت نجم. طب انت ايه جنب ميدو؟ انا فلان الفلاني حاسس ان انت بقيت اعظم واحد. جنب حازم، جنب حليم علي، جنب حازم، جنب مدحت عبد الهادي. طب انت جنب محمد صلاح. طب محمد صلاح الكابتن المنتخب، انت مين جنبه؟ عشان كده كل لاعب هيتحط في حجمه الطبيعي. انت ما عملتش لا المنتخب بلدك ولا الناديك قد المجموعه الموجوده دي. عشان كده النهارده كان في احساس من اللعيبه انهم، انا اسف جدا، انهم رجعوا تاني حجمهم الطبيعي بالنسبه لجهاز كبير ومحترم. طيب سياده المستشار، عشان بس نوضح الحاجات. حضرتك بتقول ان حازم امام رئيس جهاز الكوره ومدير الكوره، صح كده؟ طب ايه معناها دي؟ يعني اقول لك معناها ايه. اتفضل. معناها ان هو ليه شق فني. ليه شق فني يعني. اصل مدير الكوره ده شق اداري. صحيح. فرئيس الجهاز ده شق فني. وبعدين ده بالاتفاق مع بعض، خلي بالك. وميدو موافق. انا عارف ان ميدو موافق. بالتنسيق. كابتن محمد صلاح مش رافض طبعا. لا يعني انا قلت لميدو يمشي محمد صلاح، قال لي لا اول واحد عايزه. يمشي مدحت، لا يعني شوف قد ايه بقى. انا بقول لك بصراحه اهو. خلاص. توزيع الاقتصاد ده مش انا بقى، هم مع بعض. لانه من حسن الحظ هم مجموعه من الاصدقاء. يعني من حسن الحظ انهم اصحاب بره وجوه. من حسن الحظ انهم كلهم نجوم. المدرب الاجنبي في الزمالك او في الاهلي او في اي نادي عنده مشكله واحده، انه يستكبر ان هو ياخد راي ومشوره معاونين. هي دي المشكله. وحدنا موجوده. طول ما في مدرب اجنبي يستكبر انه ياخد راي مثلا محمد صلاح. النهارده في واحد عبد العظيم، محمد عبد العظيم في الاهلي، انا اتحداك لو بياخد رايه مسميرو ده ولا بسابيرو ده. تمام. ودي مشكله كبيره يا جماعه. الجهاز الفني زي الفريق. فريق الكوره ده مش جون او هداف، ده فريق الكوره ده 11 لاعب و3 على الخط و18 المجموعه اللي بتبقى في القايمه. لو كل مدير فني، طبعا دي هتلاقيها في المدربين الاجانب ما يسالوش في حد، هو عنده احساس ان هو اكبر من المصري ده 100 مره. لاول مره هيبقى في جهاز بيتعاون مع بعضه، يشاور بعضه، ياخد راي بعضه. انا شايف ان فلان ده شمال، لا انا شايف ان الافضل ده يمين. يسالوا مع بعض، وخاصه الناس دي بتحلل
مطوشه في كاس العالم وبطوله. بس بقول لك ايه يا سياده المستشار، اوعى تحليل احمد حسام وحازم يطلع غلط. لا انت ولا واثق فيهم يا كابتن؟ لا انا واثق فيهم وفي ظهرهم وعارف ان هم نجوم كبار احنا في انتظارك مدير شؤون اللاعبين. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عبد الحليم علي كمان من الشخصيات المحترمه طبعا والمتدين الوان واي يعني، وحازم بس لازم نشكر اسماعيل يوسف. طبعا نشكره جدا، نشكر حماده انور طبعا، نشكر سامي الشيشيني. الناس دي ادت واجبها سنتين. وطبعا سامي ما لحقش الراجل. نشكر طارق مصطفى، صحيح، واخد بالك. لكن هي كانت مشكله في الاجنبي، ما باخدش راي طارق واللي معاه. تمام. المشكله لما مشوا جه محمد صلاح برضه ما باخدش رايه. دايما انا صاحب القرار الاخير، انا صاحب القرار، لكن انا شاور الناس. يعني انا كمحامي قلت قبل كده لكل الناس الاجانب دول، قلت لهم انا عندي 150 محامي في مكاتبي. انا ممكن يكون محامي لسه بادئ عنده فكره مش عندي، فبدي الناس القضيه يقروها ويجيبوا لي في الاخر مين بترافع؟ انا. مين الاسم اللي بيبقى قدام الناس؟ هو مرتضى منصور. فبقيت اقول الكلام ده، طلع طبعا 100% الاجانب بيستكبروا ياخدوا راي المساعدين بتوعهم. طيب سياده المستشار، نتكلم على بس حاجه تانية. انت خلاص كده الزمالك هيلبس لبس جديد بكره اديداس؟ هيستلموه بكره ان شاء الله. هيلعبوا بيه الماتش؟ طب ده الاديداس ولا الماكرون؟ نعم الشيك طلع. لا احنا شاريينه، هم اختاروا، الولاد هم اللي اختاروا اللبس على فكره. مش عاجبهم اللبس اللي هو ماكرون ده؟ طب بالنسبه لعقد ماكرون هيفسخ يا استاذ مرتضى ولا هيتم؟ لا خلاص ده العقد ده كان لم يكن. لكن احنا طلعنا شيك النهارده ب 400,000 جنيه اللبس بتاعهم. بكره يروحوا يستلموه، فواتير جت هتدفع الشيك بكره ان شاء الله. وتاني باكد لك يا خالد ان مشكله محمد عبد الشافي انتهت خلاص الحمد لله مع اهل جده. بعد ما كلمت معاك طبعا الناس المحترمين، انا قلت لك سمو الامير فهد بن خالد النهارده كلمني تاني، قال لي ان شاء الله على يوم الخميس بالكتير $1,300,000 هيكونوا موجودين في حساب النادي ان شاء الله. عايز اسالك سؤال، مش عارف سمعت الموضوع ده ولا لا. كان محمد القوسي طبعا في رابطه النقاد مع الزميل محمد شبانه كان كاتب على صفحته بيقول انتظروا مش عارف الكارثه، ان حاجه مسجله بالصوت والصوره لواحد عضو في لجنه الحكام، وهو بيقول ان احنا جبنا لسياده المستشار الحكم اللي هو عايزه على جهاد جريشه، وان هو عشان ما يشناش ويجيب وعمل شتيمه كده على فلان، يعني زي مثلا يكون جمال غندور او رضا البلتاجي عشان يتقي شر رئيس نادي الزمالك يعني. عشان يتقي وان هو بكره هتنزل على الموقع الرسمي وكلام موجود اهو على الشاشه. ايه رايك في الكلام ده؟ ده كلام عبط. ده كلام واحد بيستهبل لسبب بسيط جدا. انا مش بشتمه، انا بوصفه. اللي ما يعرفوش المفاجاه اللي معموله له. انا طبعا اول مره اسمع الكلام ده. كان انا كنت لا بس هو يعني هو بيقول ان انت كنت عايز جهاد جريشه او انت شايف ان جهاد جريشه حكم كويس. كمل كلام يا اتفضل. كمل كلام اتفضل. لما انت برج حمل يا خالد، تاني اقول لك انت برج حمل. لا انا اسد. تقول لي لا اسد. طب انت عارف انا ايه يا استاذ مرتضى؟ ايه؟ انا جوزاء زيك. جوزاء، طب كويس. بس النهارده مش عاجبني. تمام اتفضل. بص يا خالد، انا كان عندي لو هتذيعوا لانه ده نزل على الموقع، انا وانا بقول الجهاز الجديد في المكتب عندي في النادي قبل ما اروح الملعب، انا قالوا لي واحد من الصحفيين قال لي انت قلته دلوقتي. بص يا بيه، اللي ما يعرفوش محمد افندي شبانه والمفاجاه اللي عاملها الفيشنك، ان انا في شهر 12 قدمت مذكره رسميه لاتحاد الكوره ب3 مش عايزهم يحكموا للزمالك، على راسهم السيد جهاد جريشه. خلي بالك. لا والله. دي المفاجاه اللي معموله، مش بقول لك مش عايز كلام عبط يعني شهر 12 اللي هو بعد ما جه سلم عليك. ثانيه واحده يا استاذ مرتضى، ده بينفي الموضوع، ده معنى كده ان جهاد جريشه جاي على عكس الرغبه، مش على الرغبه. لسه ما كملتش لسه. اتفضل. جهاد جريشه والبنا وعاشور. دي مذكره رسميه راحت لاتحاد الكوره. تمام. لما عرفت ان جهاد هيحكم ماتش الزمالك والمقصه عملت مذكره في اليوم ده، انا برفض انه يحكم لي لسبب بسيط جدا، ان الراجل ده اصلا ما بيحبش نادي الزمالك وغير محايد، وانا سبق وقلت لكم ما يحكمش للزمالك مع الاثنين التانيين، وبحملكم المسؤوليه لاي خطا يعمله، وخاصه لما سلم عليا في قريته المحترمه دنديت، بلد محترمه جدا كتير من الاصوات، وسلم عليا بالصدفه ان انا كنت المؤتمر ما اعرفش ان ده بيته وعمول قدام بيته. تمام. قلت بقى هيعمل الاتي كمان، هيظلم حتى يشتري بالعدل، وده اللي عمله. اللي ما تعرفوش بقى ان انا قدمت احتجاج رسمي في نتيجه المباراه تاني يوم الصبح
خلاص وضد جهاد جريشه. بقول لمحمد بلاش لعب عيال، بلاش لا بس ممكن هو يكون واحد يعني من لجنه الحكام هو اللي بيقول كده، اصل هو مش بلاش لعب عيال. هو طبعا محمد هيصدم باللي انا بقوله ده. ده ورق رسمي في اتحاد الكوره. اصل لو في ورق رسمي في اتحاد الكوره يبقى في حكم تم تعيينه على عكس رغبه لا وغير كده كمان يعني على عكس رغبتي. طب جهاد جريشه في الملعب نفسه يعني واضح يعني الموضوع كان واضح يعني مش الزمالك ما كسبش 4-2 4 مين يا فندم؟ ده ليه ضربه جزاء ما حسبهاش، ولعيبه المخصصه مع احترامنا لصديقي محمد عبد السلام دغدغه العيال. ده في واد شال مصطفى بس خد بالك كان في ضربه جزاء على الزمالك برضه رماه في الشارع. دايما حته ده ضرب. طيب في سؤال استاذ مرتضى، عوده بس للجهاز، احنا سمعنا ان في مدرب احمال اجنبي، هل ده صحيح؟ والله احنا النهارده في قاعده مع الراجل، احنا اتفقنا زي ما قلت لك هياخد شهر فقط لا غير شرط جزائي. هنستأذنه اذا كان ممكن هذا المدرب الاحمال المحترم اللي معاه يستمر معاه لانه كويس جدا جوستافو. هنخليه معانا. تمام. ده طبعا لازم يبقى في مدرب احمال. طيب لو ما كانش هيتم الاستعانه بمدرب احمال جديد اجنبي؟ لا ده رقم واحد على فكره. ده من اهم الناس في جهاز يعني ده رقم واحد. مشكله الزمالك بدنيه اصلا معاه بالليل. انا بس عشان قلت لك من الصبح كنت عند السيد وزير العدل، وبعدين جيت حضرت اجتماع، بعدين رحت اللعيبه ولسه واصل البيت من شويه. فانا عندي اجتماع مع الراجل ووكيله بالليل. هنستأذن بدرك لو كل الشكر والتقدير. اكتر مدير فني. شوف انا قلت لك فيريرا ده راجل مجرم. انا عايز اعرف فيريرا ده، سؤالي واضح، هو مال الام اللي جاب امه بنادي الزمالك الجزمه القديمه ده؟ انت فوقتني دلوقتي خلاص. عايز اعرف عشان جه زعلان على الزمالك وكده صح؟ انا مش فاهم. ويا كريم حسن شحاته، يعني ايه الخبر العظيم اللي انت منزله عندك في قناه النهار ان فيريرا بينصح ميدو يمشي وزعلان على ميدو؟ هو مال امه؟ ما يحترم نفسه هذا الحقير اللي راح دوله حقيره اسمها قطر. انا عايز اقول لك بس حاجه على موضوع السبع دقايق. يمكن ناس كتير بتتكلم، حتى الزميل كريم حسن شحاته قال ان 7 دقايق كتير، جهاد جريشه حسب 7 دقايق كتير. فانا قلت للفريق العمل هاتولي الجون وقع من الثانيه كام للثانيه كام ومن الثانيه كام للثانيه كام. طلع ان الجون فقط محمود حمدي فقط وقع 5 دقايق الا 20 ثانيه فقط، من غير تغييرات ولا انذارات ولا لعيب تاني وقع في الوقت الضايع ولا الاهداف لما جت والاحتفال بيها. خالد هجيبها دلوقتي على الشاشه. ركز معايا. اتفضل. مركز اهو. بعض اعضاء النادي لما بيشتغلوا في النادي بيكرهوا النادي. مع احترامي الكابتن حسن شحاته احسن مدرب مصري في مصر. خلاص. بس لو كان بيدرب في الزمالك كريم كان يقول لك الزمالك ليه ربع ساعه وقت ضايع. اهدى يا كريم، اهدى يا كريم، اهدى يا كريم. اخر انذار ليك انت واسلام صادق. اهدوا انتوا الاثنين. طارق يحيى، انت راجل غلبت بضربات الجزاء المشكوك فيها واللي حصل تمام، وطلعت قلت نادي الزمالك اللي رباك وعمل اسمك وانت جاي من الزمالك كلين ان نادي الزمالك دون لعيبته ما عندهاش روح، ما عندهمش روح رياضيه. تمام. انت قلت لي اعتذر مش قضيه. انتوا ليه بتغلطوا في النادي بتاعكم؟ انا عايز عبد الحليم علي ده مش مشي؟ رجع ولا ما رجعش؟ رجع. ميدو رجع. مدحت رجع. لا هو بص يا سياده المستشار، انا موضوع كريم بالذات في حاجه، يعني انا كاعلامي وانا هو زميل اعلامي، انا اعلامي زيه، بس انا لو مثلا فعلا ان ال7 دقايق بتوع الزمالك دول، وهو كمان زملكاوي يعني ابن كابتن حسن شحاته، ففعلا لو هم ما فيش وقت ضايع فعلا وهو بيقول فعلا الحقيقه على ارض الواقع، فما حدش يقدر يتكلم. لكن اما يكون فعلا في 8 دقايق او 9 دقايق وقت ضايع ويقول لا 7 كتير، هنا بقى بيبقى اللغط يا سياده المستشار. يعني انا هجيبها صوت وصوره دلوقتي قدام الناس. انا عايز اقول لك حاجه، انت مش خالة النادي لقيت اكبر حديقه اطفال باسم الكابتن حسن شحاته؟ صحيح. حد طلب مني اعمل دون؟ لا. انا مش بجامل حسن شحاته، ده حق حسن شحاته. بس للاسف الكابتن حسن شحاته كريم بتصرفاته واسلوبه بيكره الزملكاويه في حسن شحاته. انا عايز اجيب حسن شحاته، بس الناس هاجت عشان ازاي ده الراجل اللي ابنه بيشتم النادي كل يوم. خلي بالك. فمن فضلك يا اخي كريم مش هتكلم تاني، اهدى. طبعا ماتش امبارح بتاع النادي الاهلي بتاع 6 دقايق بصراحه، لا هو المفروض الاهلي كان ليه ربع ساعه وقت بدل ضايع، لان ايه جون؟ لا كان لازم يجي 3 جوان في شوط غريب. ولا ايه رايك يا كريم؟ ولا ايه رايك يا حبيبي؟ والزمالك لا بس هو قال امبارح برضه ان 6 دقايق كتير. قال ان امبارح 6 دقايق كتير على الاهلي برضه، بس عشان يبقى فيه توازن. لكن انا بتكلم على طيب انا استاذ مرتضى عايز اسال حضرتك سؤال، بس الناس كلها بتساله دلوقتي بعد عمليات التغيير في جهاز فني
عليه اجماع زملكاوي بقدر ما وعليه موافقه من حضرتك بتزكي هذا الجهاز، هل بقى هيكمل الجهاز ده للاخر؟ يعني هل هو الناس هي تسال السؤال دوت، لان نتائج برضه هل الجهاز، لان دلوقتي يعني ميدو مثلا بكره ممكن الدنيا تخونه لا قدر الله مثلا. يا فندم ميدو اتغلب قبل كده وقعد خلاص، وفريق اتغلب قبل كده في تونس 5 وقعد. صحيح. اذا حضرتك كرئيس نادي الزمالك بتقول ان الجهاز ده مكمل وانت في ظهره. انا بطلب بس حاجه وقلتها لهم النهارده، جهاز ولاعيبه اتقوا ربنا. اوعى تظلم تاني، اوعى تظلم واتقي ربنا جوه المستطيل وبره المستطيل. بص انا واثق من ميدو وحازم وكابتن محمد صلاح وعبد الحليم علي ومدحت في عدم الظلم دي بالذات. لان يعني هم بالذات ميدو وحازم امام وعبد الحليم علي يعني دول لان انا عاشرتهم. لا شخصيات محترمه كلهم يا استاذ الفاضل الفريق كان فك، خد مني انا. حضرتك ما هو ده اللي مزعلني منك يا احمد، انت مش جوه انا جوه. لا ما انا قلت يا استاذ لا بس حضرتك ما شفتش اول حلقه، هو قال يعني اداريا انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، فانت حضرتك قلت ان الشخصيه مش قويه يعني. استاذ مرتضى، مش احنا متفقين ان حضرتك رئيس نادي الزمالك بتاخد القرار وان احنا ممكن نتفق ونختلف زي ما احنا عايزين، صح ولا غلط؟ عايز اقول لك حاجه، هو في مشكله في مصر. هي المدرجات اللي كانت قايله للسقوط دي بقى لها 40 سنه عندها قرار ازاله. كان في بني ادم يجرؤ يشيلها اللي واحد اسمه مرتضى منصور. لا فاكر ايامها بقى على الفيسبوك انا الالتراس وقلت لو الراجل فيكم يقرب بوابه النادي هنلاقي هو ابوه وامه على الباب، حد قرب من البوابه؟ تعال شوف النادي دلوقتي عامل ازاي. خلي بالك بيروحوا يهجموا كل شويه على النادي. بس عايز اقول لك حاجه برضو، يعني لو حد قرب علقه هو، بلاش ابوه وامه. لا هو الفكره بس قبل كده ابوه وامه عشان ما عرفوش يربوها. لا هو استاذ مرتضى احنا متفقين على حاجه، في مجلس اداره وفي رئيس نادي، ورئيس النادي بياخد القرار وبيتحمل المسؤوليه. بص انت عندك واحنا كلنا بقى كابتن خالد، احنا كلنا يا استاذ مرتضى برضو بيبقى وجهه نظر ممكن تطلع صح، لا هو في ممكن تطلع غلط، بنتناقش. يعني دلوقتي انا خبطتك في دماغك عورتك يا احمد؟ لا احمد لا. انت مش بتكلمني احيانا كتيره في التليفون كتير طبعا نظرك عكس وجهه نظري طبعا، واحيانا كتيره باخد برايك وراي ايمن يونس وراي عم صحيح. خالد، اسال خالد حاجه كتيره. صحيح. انا راجل مش دكتاتور، لكن لما ناخد قرار الدكتاتور. تمام انا ديمقراطي في المناقشه، لكن لما القرار يتاخد لو السبت طلعت عرض خلاص قرار. لا هو القرار اتاخد وكل الزملكاويه اعتقد ان هم في ظهر الجهاز وفي ظهر القرار. كلنا رايحين بكره يا احمد الماتش ان شاء الله. وانا سعيد جدا بشوقي غريب امبارح قال كلام جميل جدا، قال لك يا جماعه طب ما تعملوا المطوشه بجمهور. يعني انا النهارده شايف الاتحاد السكندري بصراحه عندهم ماتش بكره ده كان لازم. ايوه بس المدرب اللي قبليه برضه ايهاب جلال قال لك مبروك الجمهور رجع. ده ماتش امبارح ده كان ماتش بكره ده لازم يبقى الجمهور. انا فعلا واضح، ايوه الجمهور رجع. انا في ماتش المقاصه وقفت، انا اللي وقفت سالت عليها بلد مين الناس دي؟ ايه اللي دخلهم؟ مين اللي دخل الراجل كمان التخين ده اللي كل ماتش الاقيه؟ واخد بالك؟ صدقني والله العظيم الجمهور احيانا بيبقى لاق مع الفريق. انت عارف يا خالد الجمهور بيعمل ايه؟ ما بيشجعش، بيتفرج. فبقول له انت بتتفرج في التلفزيون في البيت، انت ليه جاي في البرد؟ وبعدين يقول له ايه؟ حمودي العب ما تخافش منه، اديله مش عارف ايه ده في ايه. استاذ مرتضى واقف امبارح واقف في ماتش المقصه وتدور بص للناس كده، بعدين كلم اللي هو علاء مالد قال له على العموم يا سياده المستشار انا بشكرك. انا بشكرك يا خالد وبشكرك يا احمد، وانتقد كما تشاء ما دام في مصلحه النادي ونقد موضوعي محترم، بستمع لكل الاراء وزي ما قلت لك ان شاء الله باذن الله. انت لعبت سله النهارده يا سياده المستشار؟ ده انا عندي سؤال، الصوره دي دخلت باسكت ولا ما دخلتش؟ ايه ده؟ احنا معانا صوره لعبت سله. في صوره ليك وانت بتلعب الكوره في الباسكت، دخلت ولا ما دخلتش؟ لا دخلت طبعا. هي تجربه بقول لك ايه؟ تجربه ما تدخلش. ده الكوره. لا خلي بالك في حاجه بقول لك ايه، الكوره وام الكوره كمان. لا ام الكوره وابو الكوره. هتعلق الكوره وابو وام الكوره. لا انا فوجئت بايه، انا قاعد مع بتوع القدم لقيت بتوع السله مش عارف جايين لي منين. واخد بالك؟ فانا اتكسفت من نفسي، يعني بجيب كوره ولا اتنين لقيت بقى الولاد ما شاء الله كلهم طوال وصاروا معايا. انت لو عندك الفيديو متصور. انا جبت الصوره دلوقتي. شيكابالا بقى الكابتن يا سياده المستشار؟ شيكابالا طبعا بادب شديد، استلم من حازم الكابتنه وبقى كابتن من النهارده ان شاء الله. ربنا يوفقهم ربنا يوفقهم باذن الله ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. اشكرك سياده المستشار مرتضى منصور. طيب احنا قبل بس الحته دي قبل ما نقفلها بس طبعا عشان عايزين نجري نبتدي الفيديوهات. في نقطه بس صغيره. هو طبعا حمودي عمل موقف كويس جدا من اول ما عرف ان شيكابالا انضم للزمالك، هو من نفسه قال دي التيشيرت بتاع الزمالك بتاع شيكابالا كابتن الفرقه. النهارده انا كلمت شيكابالا قبل التمرين، كان لسه ما حسمش مين الجهاز الفني. كلمت معاه، كنا متفقين جدا ان هو الكابتن دلوقتي وان الفرقه لازم تلعب بكره للمكسب ايا كان مين اللي هيجي، ما كناش لسه عارفين ان الموضوع هينتهي لميدو يعني. وهو اكد ان الفرقه كلها لازم تكسب بكره باي جهاز فني باي ظروف. احنا معانا التقرير بتاع الجمهور عن تعيين ميدو وحازم. طيب يلا اطلعوا بالتقرير نريح شويه ونرجع بقى الفيديوهات وحاجات عندنا جامده قوي. نروح نشوف جمهور النادي الزمالك من امام نادي الزمالك بيقولوا ايه عن تعيين
ميدو وحازم امام. طيب هو بيحضر يا جماعه، احنا بنحضر ارواح باميه. طب تمام. لا طبعا لازم يبقى في مدرب احمال. طيب لو ما كانش هيتم الاستعانه بمدرب احمال جديد اجنبي؟ لا ده رقم واحد على فكره ده من اهم الناس في طبعا. جهاز يعني. ده رقم واحد. مشكله الزمالك بدنيه اصلا معاه بالليل. انا بس عشان قلت لك من الصبح كنت عند السيد وزير العدل، وبعدين جيت حضرت اجتماع، بعدين رحت اللعيبه ولسه واصل البيت من شويه. فانا عندي اجتماع مع الراجل ووكيله بالليل. هنستاذن برضك، بقول له كل الشكر والتقدير. اكتر مدير فني. شوف انا قلت لك فيريرا ده راجل مجرم. انا عايز اعرف فيريرا ده، سؤالي واضح، هو مال الام اللي جاب امه بنادي الزمالك الجزمه القديمه ده؟ انت فوقتني دلوقتي خلاص. عايز اعرف عشان جاء زعلان على الزمالك وكده، صح؟ انا مش فاهم. ويا كريم حسن شحاته، يعني ايه الخبر العظيم اللي انت منزله عندك في قناه النهار ان فيريرا بينصح ميدو يمشي وزعلان على ميدو؟ هو مال امه؟ ما يحترم نفسه. هذا الحقير اللي راح دوله حقيره اسمها قطر. انا عايز اقول لك بس حاجه على موضوع السبع دقايق. يمكن ناس كتير بتتكلم، حتى الزميل كريم حسن شحاته قال ان 7 دقايق كتير، جهاد جريشه حسب 7 دقايق كتير. فانا قلت للفريق العمل هاتولي الجون وقع من الثانيه كام للثانيه كام ومن الثانيه كام للثانيه كام. طلع ان الجون فقط محمود حمدي فقط وقع 5 دقايق الا 20 ثانيه فقط، من غير تغييرات ولا انذارات ولا لعيب تاني وقع في الوقت الضايع ولا الاهداف ما جت والاحتفال بيها. خالد اجيبها دلوقتي على الشاشه. ركز معايا. اتفضل. مركز اهو. بعض اعضاء النادي لما بيبقوش بيشتغلوا في النادي بيكرهوا النادي. مع احترامي الكابتن حسن شحاته احسن مدرب مصري في مصر. خلاص، بس لو كان بيدرب في الزمالك كريم كان يقول لك الزمالك ليه ربع ساعه وقت ضايع. اهدى يا كريم، اهدى يا كريم، اهدى يا كريم. اخر انذار ليك انت واسلام صادق. اهدوا انتوا الاثنين. طارق يحيى، انت راجل غلبت بضربات الجزاء المشكوك فيها واللي حصل، تمام؟ وطلعت قلت نادي الزمالك اللي رباك وعمل اسمك وانت جاي من الزمالك كلين ان نادي الزمالك دون لعيبته ما عندهاش روح وما عندهمش روح رياضيه. تمام؟ انت قلت لي اعتذر مش قضيه. انتوا ليه بتغلطوا في النادي بتاعكم؟ انا اعذر، عبد الحليم علي ده مش مشي؟ رجع ولا ما رجعش؟ رجع. ميدو رجع. مدحت رجع. لا هو بص يا سياده المستشار، انا موضوع كريم بالذات في حاجه، يعني انا كاعلامي وانا هو زميل اعلامي، انا اعلامي زيه، بس انا لو مثلا فعلا ان ال7 دقايق بتوع الزمالك دول، وهو كمان زملكاوي يعني ابن كابتن حسن شحاته، ففعلا لو هم ما فيش وقت ضايع فعلا وهو بيقول فعلا الحقيقه على ارض الواقع، فما حدش يقدر يتكلم. لكن اما يكون فعلا في 8 دقايق او 9 دقايق وقت ضايع ويقول لا 7 كتير، هنا بقى بيبقى اللغط يا سياده المستشار. يعني انا هجيبها صوت وصوره دلوقتي قدام الناس. انا عايز اقول لك حاجه، انت مش دخلت النادي لقيت اكبر حديقه اطفال باسم الكابتن حسن شحاته؟ صحيح. حد طلب مني اعمل دون؟ لا. انا مش بجامل حسن شحاته، ده حق حسن شحاته. بس للاسف الكابتن حسن شحاته كريم بتصرفاته واسلوبه بيكره الزملكاويه في حسن شحاته. انا عايز اجيب حسن شحاته، بس الناس هاجت عشان ازاي ده الراجل اللي ابنه بيشتم النادي كل يوم. خلي بالك. فمن فضلك يا اخي كريم مش هتكلم تاني، اهدى. طبعا ماتش امبارح بتاع النادي الاهلي بتاع 6 دقايق بصراحه لا، هو المفروض الاهلي كان ليه ربع ساعه وقت بدل ضايع، لان ايه جول؟ لا كان لازم يجي 3 جوال في شغل غريب. ولا ايه رايك يا كريم؟ ولا ايه رايك يا حبيبي؟ والزمالك لا بس هو قال امبارح برضه ان 6 دقايق كتير. قال ان امبارح 6 دقايق كتير على الاهلي برضه، بس عشان يبقى فيه توازن. لكن انا بتكلم على طيب انا استاذ مرتضى عايز اسال حضرتك سؤال، بس الناس كلها بتساله دلوقتي بعد عمليات التغيير في جهاز فني عليه اجماع زملكاوي بقدر ما وعليه موافقه من حضرتك بتزكي هذا الجهاز، هل بقى هيكمل الجهاز ده؟ اللعيبه انهم انا اسف جدا انهم رجعوا تاني حجمهم الطبيعي بالنسبه لجهاز كبير ومحترم. طيب سياده المستشار عشان بس نوضح الحاجات، حضرتك بتقول ان حازم امام رئيس جهاز الكوره ومدير الكوره، صح كده؟ طب ايه معناها دي؟ يعني اقول لك معناها ايه؟ اتفضل. معناها ان هو ليه شق فني. ليه شق فني يعني. اصل مدير الكوره ده شق اداري. صحيح. فرئيس الجهاز ده شق فني. وبعدين ده بالاتفاق مع بعض، خلي بالك. وميدو موافق، انا عارف ان ميدو موافق. بالتنسيق. كابتن محمد صلاح مش رافض طبعا. لا يعني انا قلت لميدو يمشي محمد صلاح، قال لي لا اول واحد عايزه. يمشي مدحت، لا يعني شوف قد ايه بقى، انا بقول لك بصراحه اهو. خلاص. توزيع الاقتصاد ده مش انا بقى، هم مع بعض. لانه من حسن الحظ هم مجموعه من الاصدقاء.
يعني من حسن الحظ انهم اصحاب بره وجوه. من حسن الحظ انهم كلهم نجوم. المدرب الاجنبي في الزمالك او في الاهلي او في اي نادي عنده مشكله واحده، انه يستكبر ان هو ياخد راي ومشوره معاونين. هي دي المشكله وحدنا موجوده. طول ما في مدرب اجنبي يستكبر انه ياخد راي مثلا محمد صلاح، النهارده في واحد عبد العظيم محمد عبد العظيم في الاهلي، انا اتحداك لو بياخد رايه مسميرو ده ولا مسابيرو ده. تمام. ودي مشكله كبيره يا جماعه. الجهاز الفني زي الفريق الكوره ده مش جون او هداف، ده فريق الكوره ده 11 لاعب وثلاثه على الخط و18 المجموعه اللي بتبقى في القايمه. لو كل مدير فني، طبعا دي هتلاقيها في المدربين الاجانب ما بيسالوش في حد، هو عنده احساس ان هو اكبر من المصري ده 100 مره. لاول مره هيبقى في جهاز بيتعاون مع بعضه، يشاور بعضه، ياخد راي بعضه. انا شايف ان فلان ده شمال، لا انا شايف ان الافضل ده يمين. يسالوا مع بعض، وخاصه الناس دي بتحلل مطوشه في كاس العالم وبطوله. بس بقول لك ايه يا سياده المستشار، اوعى تحليل احمد حسام وحازم يطلع غلط. لا انت ولا واثق فيهم يا كابتن؟ لا انا واثق فيهم وفي ظهرهم وعارف ان هم نجوم كبار واحنا في انتظارك مدير شؤون اللاعبين. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عبد الحليم علي كمان من الشخصيات المحترمه طبعا. والمتدين الوان واي يعني، وحازم بس لازم نشكر اسماعيل يوسف. طبعا نشكره جدا، نشكر حماده انور طبعا، نشكر سامي الشيشيني. الناس دي ادت واجبها سنتين. وطبعا سامي ما لحقش الراجل. نشكر طارق مصطفى، صحيح، واخد بالك. لكن هي كانت المشكله في الاجنبي ما بياخدش راي طارق واللي معاه. تمام. المشكله لما مشوا جه محمد صلاح برضه ما بياخدش رايه. دايما انا صاحب القرار الاخير، انا صاحب القرار، لكن انا شاور الناس. يعني انا كمحامي قلت قبل كده لكل الناس الاجانب دول، قلت لهم انا عندي 150 محامي في مكاتبي. انا ممكن يكون محامي لسه بادئ يعدوا فكره مش عندي، فبدي الناس القضيه يقروها ويجيبوا لي في الاخر مين بيترافع؟ انا. مين صحيح. الاسم اللي بيبقى قدام الناس هو مرتضى منصور. فبقيت اقول الكلام ده، طلع طبعا 100% الاجانب بيستكبروا ياخدوا راي المساعدين بتوعهم. طيب سياده المستشار، نتكلم على بس حاجه تانية. انت خلاص كده الزمالك هيلبس لبس جديد بكره اديداس؟ هيستلموه بكره ان شاء الله. هيلعبوا بيه الماتش؟ طب ده الاديداس ولا الماكرون؟ نعم الشيك طلع، لا احنا شاريينه هم اختاروا، الولاد هم اللي اختاروا اللبس على فكره. مش عاجبهم اللبس اللي هو ماكرون ده. طب بالنسبه لعقد ماكرون هيفسخ يا استاذ مرتضى ولا هيتم؟ لا خلاص ده العقد ده كان لم يكن، لكن احنا طلعنا شيك النهارده ب 400,000 جنيه اللبس بتاعهم. بكره يروحوا يستلموه، الفواتير جت وهتدفع الشيك بكره ان شاء الله. وتاني باكد لك يا خالد ان مشكله محمد عبد الشافي انتهت خلاص الحمد لله مع اهل جده. بعد ما كلمت معاك طبعا الناس المحترمين، انا قلت لك سمو الامير فهد بن خالد النهارده كلمني تاني، قال لي ان شاء الله على يوم الخميس بالكتير $1,300,000 هيكونوا موجودين في حساب طيب ان شاء الله. عايز اسالك سؤال، مش عارف سمعت الموضوع ده ولا لا. كان محمد القوسي طبعا في رابطه النقاد مع الزميل محمد شبانه كان كاتب على صفحته بيقول انتظروا مش عارف الكارثه، ان حاجه مسجله بالصوت والصوره لواحد عضو في لجنه الحكام، وهو بيقول ان احنا جبنا لسياده المستشار الحكم اللي هو عايزه على جهاد جريشه، وان هو عشان ما يشناش ويجيب وعمل شتيمه كده على فلان، يعني زي مثلا يكون جمال غندور او رضا البلتاجي عشان يتقي شر رئيس نادي الزمالك يعني عشان يتقي وان هو بكره هتنزل على الموقع الرسمي وكلام موجود اهو على الشاشه. ايه رايك في الكلام ده؟ ده كلام عبط. ده كلام واحد بيستهبل لسبب بسيط جدا. انا مش بشتمه، انا بوصفه. اللي ما يعرفوش المفاجاه اللي معموله له. انا طبعا اول مره اسمع الكلام ده. كان انا كنت لا بس هو يعني هو بيقول ان انت كنت عايز جهاد جريشه او انت شايف ان جهاد جريشه حكم كويس. كمل كلام يا اتفضل. كمل كلام اتفضل. لما انت برج حمل يا خالد تاني اقول لك انت برج لا انا اسد. تقول لي لا اسد. طب انت عارف انا ايه يا استاذ مرتضى؟ ايه؟ انا جوزاء زيك. جوزاء، طب كويس. بس النهارده مش عاجبني. تمام اتفضل. بص يا خالد، انا كان عندي لو هتذيعوا لانه ده نزل على الموقع، انا وانا بقول الجهاز الجديد في المكتب عندي في النادي قبل ما اروح الملعب، انا قالوا لي واحد من الصحفيين قال لي انت قلته دلوقتي. بص يا بيه، اللي ما يعرفوش محمد افندي شبانه والمفاجاه اللي عاملها الفيشنك ان انا في شهر 12 قدمت مذكره رسميه لاتحاد الكوره ب3 مش عايزهم يحكموا للزمالك، على راسهم
السيد جهاد جريشه. خلي بالك. لا والله. دي المفاجاه اللي معموله، مش بقول لك مش عايز كلام عبط. يعني شهر 12 اللي هو بعد ما جه سلم عليك. ثانيه واحده يا استاذ مرتضى، ده بينفي الموضوع، ده معنى كده ان جهاد جريشه جاي على عكس الرغبه، مش على الرغبه. لسه ما كملش. لسه اتفضل. جهاد جريشه والبنا وعاشور. دي مذكره رسميه راحت لاتحاد الكوره. تمام. لما عرفت ان جهاد هيحكم ماتش الزمالك والمقصه عملت مذكره في اليوم ده، انا برفض انه يحكم لي لسبب بسيط جدا، ان الراجل ده اصلا ما بيحبش نادي الزمالك وغير محايد، وانا سبق وقلت لكم ما يحكمش للزمالك مع الاثنين التانيين، وبحملكم المسؤوليه لاي خطا يعمله، وخاصه لما سلم عليا في قريته المحترمه دنديه، بلد محترمه جدا فيها كتير من الاصوات، هو سلم عليا بالصدفه لان انا كنت المؤتمر ما اعرفش ان ده بيته وعمول قدام بيته. تمام. قلت بقى هيعمل الاتي كمان، هيظلم حتى يشتهر بالعدل، وده اللي عمله. اللي ما تعرفوش بقى ان انا قدمت احتجاج رسمي في نتيجه المباراه تاني يوم الصبح خلاص وضد جهاد جريشه. بقول لمحمد بلاش لعب عيال، بلاش. لا بس ممكن هو يكون واحد يعني من لجنه الحكام هو اللي بيقول كده، اصل هو مش بلاش لعب عيال. هو طبعا محمد هيصدم باللي انا بقوله ده. ده ورق رسمي في اتحاد الكوره. اصل لو في ورق رسمي في اتحاد الكوره يبقى في حكم تم تعيينه على عكس رغبه لا وغير كده كمان يعني على عكس رغبتي. طب جهاد جريشه في الملعب نفسه يعني واضح، يعني الموضوع كان واضح. يعني مش الزمالك ما كسبش 4-2. 4 مين يا فندم؟ ده ليه ضربه جزاء ما حسبهاش، ولاعيبه المقصه مع احترامنا لصديقي محمد عبد السلام دغدغه العيال. ده في واد شال مصطفى، بس خد بالك كان في ضربه جزاء على الزمالك برضه رماه في الشارع. دايما حته ده ضرب. طيب في سؤال استاذ مرتضى، عوده بس للجهاز، احنا سمعنا ان في مدرب احمال اجنبي، هل ده صحيح؟ والله احنا النهارده في قاعده مع الراجل، احنا اتفقنا زي ما قلت لك هياخد شهر فقط لا غير، شرط جزائي. هنستأذنه اذا كان ممكن هذا المدرب الاحمال المحترم اللي معاه يستمر معاه لانه كويس جدا. جوستافو هنخليه معانا. تمام. حازم امام رئيس الجهاز وقائم باعمال مدير الكوره. تمام. عبد الحليم علي رئيس شؤون اللاعبين، ويعاونوا ولدين صغيرين يعني من اللي هم كانوا بيعاونوا حماده، الاخ حماده. طبعا محمد صلاح مدرب عام، مدحت مدرب مساعد، ايمن طاهر زي ما هو مدرب حراس مرمى. تمام. ده الجزء الاولاني. تمام. دكتور زي ما هو، الجماعه بتوع التدليك والعلاج الطبيعي زي ما هم. طبعا احنا رحنا اجتمعنا باللعيبه بعد ما خلصنا. طب الشق الاداري يا سياده المستشار؟ نعم. الشق الاداري. الشق الاداري عبد الحليم علي ومعاه 2 كانوا اللي هم بيساعدوا الاخ حماد انور. طيب يعني حماد انور رحل يعني. طيب استاذ مرتضى كان بس دول راحوا فين بقى عشان نكمل دول راحوا فين. طيب ماشي اوكي. كابتن اسماعيل يوسف طبعا تم تكريمه مكان افضل، رئيس لقطاع الكوره في النادي. تمام. بقى مسؤول عن كل مدرسه الكوره والاكاديميه وقطاع الناشئين، ده مسؤوليه اسماعيل يوسف ومعاه حماد انور. تمام. طبعا لان سامي الشيشين اتظلم لانه جه قعد اسبوع وراجل راح السنغال، جه ومشي على طول. كان ناجح جدا في مكانه ورجعناه مدرسه الكوره. تمام. كابتن عصام مرعي. وعبد الحليم علي راح مكان المكان بتاع عبد الحليم علي راح فيه الكابتن عصام مرعي. تمام. 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 طيب سؤال بقى يا استاذ مرتضى، ولا حضرتك واخد مني موقف ما اسالش كمان؟ اكمل بس كلامي. طيب كمل كلامي. بالنسبه للمدير الفني راجل محترم جدا بكيتا، اتفقنا خلاص انه هياخد شهر فقط شرط جزائي. تمام. واخد بالك؟ وجدنا له الشكر لانه راجل مقدم محترم. لكن هو مشي ليه بقى اللي بيسال السؤال؟ الجزء اللي انا مش هقعد اخسر 7 بونت. راجل طبعا على ما اتعرف يا استاذ الفاضل على امكانيات اللعيبه قدامه سنه بالظبط هيكون الدوري راح. ادي 1. 2 الراجل طيب جدا 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 يعني لدرجه انه ضيع شخصيته. في وقت انا محتاج حد عنيف جدا جدا وعادل في نفس الوقت. لعيبه فكت جوه الملعب، فكت على الدكه، فكت بره الملعب. الامور دي يا استاذ احمد ما حدش يعرفها الا اللي ايده في النار. التغيير انا بتحمل مسؤوليته لسبب بسيط جدا. لو ميدو بكره ان شاء الله ربنا وفقه وهو حازم والجهاز اللي معاه وكسبه هيقودوا الماتش بكره. نعم هيقودوا الماتش بكره هم الجهاز الجديد. خلاص هم استلموا وراحوا المعسكر كلهم خلاص. يبقى ميدو واللعيبه احسن ناس في العالم. لا قدر الله حصل حاجه ينعل ابو مرتضى الام مرتضى اللي جاب لنا مرتضى الفاشل، مرتضى اللي مدمر. لكن انا عشان كده بتحمل، انا ما بخافش. احنا غيرنا 4 اجهزه والدنيا كلها مدام الاستقرار
في فرق بين الاستقرار والاستقراض. انا مش هعمل زي الاهلي وجريده، مش هعمل زي الاهلي ومسبيرو ولا مسبيرو. كل الانديه، سموحه غير والمقاولين غير كله غير، تمام. يبقى يعني السنه اللي انا عملتها كله ماشي عليها، بس محدش بيتكلم. لكن اول ما مرتضى غير، لا انا النهارده بجيب افضل لعيبه. وانا اقول لك بقى سر هتلاقيه في انا قلته للعيبه والجهاز. من اسباب ان انا قلت حازم وميدو نجوميتهم هم اللي طبعا فكرهم في الكوره، انت عارف. عايز اقول لك حاجه، اولا مش حازم بس، يعني هو حازم وميدو وحليم علي ومحمد صلاح ومدحت عبد الهادي، الخمسه من اساطير او رموز كبيره النادي جدا. كويس. انا بقى كنت اقول لك ايه بقى، انا بقى فلان الفلاني حاسس ان انا بقيت نجم. طب انت ايه جنب ميدو؟ انا فلان الفلاني حاسس ان انت بقيت اعظم واحد. جنب حازم، جنب حليم علي، جنب حازم، جنب مدحت عبد الهادي. طب انت جنب محمد صلاح. طب محمد صلاح الكابتن منتخب، انت مين جنبه؟ عشان كده كل لاعب هيتحط في حجمه الطبيعي. انت ما عملتش لا المنتخب بلدك ولا الناديك قد المجموعه الموجوده دي. عشان كده النهارده كان في احساس من المره دي النهارده، وكان مستواه كويس جدا. طيب معانا نبتدي حلقتنا، لان طبعا مكالمه مهمه جدا. سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سياده المستشار، ازي حضرتك؟ يا كابتن خالد، ازيك؟ ازيك؟ واحمد عفيفي معايا بيسلم عليك. لا مش عايز اسلم عليه النهارده. ليه كده طيب؟ واخد منه موقف. طيب ماشي. مش اللي يفتي فيما لا يعرفه. الايه؟ اللي يفتي فيما لا يعرفه. طب ما تقول انت يا استاذ مرتضى ايه اللي عشان نعرف، عشان الناس كلها تعرف، لان الناس كلها النهارده كانت بتشرب من الخراره. كل الناس ما كانتش عارفه حاجه، وكان يعني اتقال كلام كتير جدا، ما حدش كان عارف حاجه لغايه ما طلع القرار. يمكن الوحيد اللي انا بتعامل معاه واديله كل المعلومات بطريقه مباشره يمكن كابتن خالد. صحيح، انت امبارح قلت لي كل اللي بيتكتب في المواقع وكل اللي بيتقال ده مش حقيقي، قلت لك كل الاحتمالات ايه؟ وارده. مظبوط، صح، انت قلت لي كده امبارح. طيب ماشي. طيب قول لنا بقى القرار الاخير يا سياده المستشار. الاول انا يمكن بعض المواقع كتبت غلط طبعا، لكن كان في اجتماع بالليل الساعه 6 النهارده في البيت عندي. تمام. يمكن حتى وصلت متاخر، انا كنت عند السيد وزير العدل. فرجعت للاسف الطريق كان مقفول شويه، فرجعت 6 وثلث. كان كنت يعني ما كانتش قعده مجلس اداره بقدر قعده خاصه. كان فيها الدكتور حازم ياسين، المستشار احمد جلال، الاستاذ رحاب ابو ما بلاش القعده الخاصه دي. كانت قعده خاصه بعيده برضه عن الوسط. لا، عشان القعده الخاصه بتتفهم غلط، يعني خليها قعده خاصه يعني خارج النادي. ليه خارج النادي؟ قعده مهمه. طيب لانه انت عارف بعض الاخوه في المواقع مثلا يشوفوا ميدو داخل، طب احنا ما اتفقناش، يقول لك ده نزل غضبان، ده دخل مكشر. وانا الحاجات دي بقى حازم اعتذر، نزل على المواقع ان حازم اعتذر. كل ده طبعا كان كلام فارغ، وخلينا رقصناهم شويه النهارده، يعني مش مشكله يعني. لكن هو في النهايه طبعا كان، بس اقول لك بس كانوا موجودين. قلت لك المستشار احمد جلال، الدكتور حازم ياسين، هاني زاده، الاستاذ رحاب ابو رجيله، والاستاذ عمرو الجنايني، والاستاذ جمال العدل، والدكتور مدحت العدل. يعني كانت قاعده تشكيل من مجلس الاداره وناس بيحبوا النادي. ميدو جه من المطار علينا على طول. حازم امام يتكلم، كان والده ربنا يشفيه. كابتن حماده امام في المستشفى فعلا. لا الحمد لله خرج. تمام. وش الخير مننا طبعا يعني، والشارع كان حلو عليه. هيخرج بكره الصبح يا كابتن ان شاء الله. خرج النهارده. تمام. الحمد لله خرج. عشان كده حازم اتاخر وبعدين جالنا على النادي. طبعا انت مش جايب اسطمبه، انت اهم حاجه انك الجهاز الفني بتريحه. صحيح. بس لما اقول لك عايز اشيل فلان لازم تعرف ليه. عايز احط فلان لازم برضه نعرف. فوجهه نظر ميدو، اولا حازم لم يعتذر. حازم كان عايز يعرف المسمى بتاعه ايه. تمام. فقلت له المسمى بتاعك رئيس نادي الزمالك. مبسوط عم حازم. مش مشكله المسمى طبعا. حازم لانه نجم كبير وداخل تجربه جديده، واخد بالك، فمن حقه برضه ان هو يعني يبقى في الوضع اللي بيليق باسمه. فانتهينا طبعا في النهايه انه الناس طبعا ما كانتش عارفه ان كابتن اسماعيل سليم جالي مكتبي امبارح وقدم اعتذار مكتوب ويشكر عليه. كان اسماعيل يوسف. طبعا اسماعيل يوسف. حضرتك قلت اسماعيل سليم. مش مشكله. رغم ان فرق شاسع بيننا وبيننا يعني. فرق السماء والارض. اتفضل. كابتن اسماعيل يوسف مشكورا جه زارني في مكتبي في الضوء امبارح وقدم لي اعتذار مكتوب عشان يشيل الحرج عن مجلس الاداره. تمام. وده شيء يشكر عليه، لازم اشكره جدا جدا جدا. ده شعور ولاد النادي المحترمين. تمام.
فاحنا ما عادش عندنا مشكله مين يجي، دي مش مشكله. يعني كان في ناس قال لك النهارده اصل مرتضى قال اسماعيل يوسف خط احمر والكلام ده، هو الراجل جه اعتذر. فالمهم الجلسه انتهت الى التشكيل الاتي. تمام. كابتن احمد حسام ميدو مدير فني،